ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين لكم النهارده بقى فيديو جديد. هنعمل بانيه مشوي ورز بقى اصفر، اللي هو الرز بسمتي يعني. فيلا بينا نبدا ونوريكم الطريقه. فيا جماعه، اول حاجه هنغسل البانيه كويس جدا. بعد كده هننزل عليه بالتوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ومايونيز وكاتشب وتوابل فراخ. فبعد ما حطينا كل التوابل دي عليه، هنسيب بقى البانيه في التوابل دي مش اقل من 3 ساعات عشان يبقى طعمه حلو، عشان التتبيله يعني تبقى داخله جواه كويس ومتبل كويس. ويا جماعه، نسيت اقولكم ان احنا كمان هنحط مع كل التوابل دي معلقه خل، وكل التوابل دي بمعلقه صغيره. ويا جماعه طبعا هنكتب لكم ان شاء الله التوابل كلها في اول كومنت. ويا جماعه، زي ما بنقولكم كل مره، متنسوش في الاوقات الفاضيه كلها اللي في الفيديو تستغلوها بذكر الله والصلاه على النبي عشان تاخدوا حسنات وانتوا بتتفرجوا. ويا جماعه بقى هنحط كل الكلام ده على بعض ونقلبه كويس قوي، وزي ما قلت لكم هنسيبه في التوابل دي مش اقل من 3 ساعات. ودلوقتي هنحط المايونيز. ويا جماعه هنحط بالظبط معلقه مايونيز كبيره ومعلقه كاتشب كبيره. فيا جماعه هنحط الكاتشب بقى زي ما قلت لكم كده، يعني احنا بنحط معلقه كبيره، وبعدها هنحط دبس رمان. ويا جماعه، عشان تدعمونا وننزل لكم فيديوهات اكتر، اعملوا شير لكل اصحابكم واخواتكم وعائلتكم وكل الناس اللي انتوا تعرفوها، واكتبوا لنا كومنتات كتير عشان نعمل لكم فيديوهات اكتر ونعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ولو عايزين اي وصفات قولوها لنا واحنا هنعملها لكم على طول. وده كده شكل البانيه بعد ما اتبل. فيا جماعه يلا بينا بقى نعمل خضار مشوي. فهنجيب بطاطس هنقطعها ويدجز وبص توم وجزر ومشروم، وهنحط عليهم التوابل اللي هي بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وملح وفلفل اسود. يلا بينا بقى نعمل الرز. هنجيب حله كده وهنحط فيها سمنه بلدي، وهنحط عليها ملح وفلفل اسود وتوابل كبسه. يا جماعه هنجيب بقى مكعب مرقه خضار كده وهنحطه معاهم. احنا بنحب مرقه الخضار عشان بتدي طعم احلى للاكل. دي بهارات الكبسه اللي انا قلتلكوا عليها. انتوا ممكن تحطوا اي توابل انتوا عايزينها، بس احنا حطينا بهارات كبسه. وبعد ما نقلب كل الكلام ده مع بعض وبقى كده هننزل عليهم بنص كيلو رز بسمتي. ويا جماعه نقعد نقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه كويس كده، وهنسيبها على النار شويه لحد اما تتحمر خالص. وده كده شكلها بعد ما اتحمرت. ويا جماعه بقى هنجيب الكبه كده عشان نعمل فيها سلطه الدقوس. اول حاجه هننزل فيها باربع طماطميات وقرنين فلفل حامي. كل مره بقولكوا الفلفل الحامي اختياري، بس في سلطه الدقوس هي اصلا بتكون مشطشطه فلازم فلفل حامي. هنحط عليهم بقى ملح وليمون وكمون وخل، وهنضرب الكلام ده كله في الكبه، وبعد كده نبقى نرجع لكم تاني. ويا جماعه بقى اي حد عايز مننا اي اكله او اي وصفه معينه نعملها له يكتب لنا في الكومنتس، واحنا ان شاء الله هنعملها له في اقرب وقت. يا ريت يا جماعه كل الناس اللي بتتفرج تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان تحمسونا ونعمل لكم فيديوهات اكتر. يا جماعه نسيت اقول لكم هنحط عليهم دبس رمان. يا جماعه ده كده شكل السلطه بعد ما عملناها، ومش عايزه اقول لكم بيبقى طعمها تحفه ازاي مع الاكل بجد، مع الرز البسمتي بالذات. ويا جماعه هنجيب طاسه جريل وهنحط عليها معلقه سمنه بلدي وزيت، وهنوزعها على الطاسه كلها كده. وبعد كده بقى نبتدي نحط البانيه بتاعنا اللي احنا كنا متبلينه. يا جماعه لازم الجريل تكون سخنه قوي. ويا جماعه هننزل بالبانيه كده وهو بيستوي، بيبقى بينزل ميه. هنستنى لحد ما يشرب الميه دي كلها ونقلبه على الجنبين ونشويه كويس بقى، وبعد كده نبقى نشيله. يا جماعه نحطه بالمنظر ده، وده كده شكل الميه اللي هو بيشربها. هنستنى لحد ما يشربها. يا جماعه ده كده شكله بعد ما شرب الميه. بصوا ما بقاش فيه ميه خالص كده ازاي. وهنستناه بقى لحد ما يتشوي، وبعد كده نبقى ننزل عليه بحبه مشروم كده عشان المشروم مع البانيه بيدي طعم تحفه. ده يا جماعه كده شكله بعد ما استوى بجد كان شكله تحفه جدا، وريحته كانت جميله جدا. ولو عندكم رشه زعتر رشوا عليه كده من فوق، بجد هيوديه في حته تانية، بس احنا للاسف ما كانش عندنا. يا جماعه في الوقت اللي احنا هنكون بنشوي فيه البانيه هنكون مشغلين الكتل على ميه علشان ننزل بيها على الرز. لازم الرز يكون عليه ميه سخنه.
طبعا ننزل عليه بالميه بقى، وزي ما قلنا لكم قبل كده الرز البسمتي بياخد ميه اكتر بشويه من الرز العادي. ويا جماعه اول ما يغلي بقى كده هنقفل عليه ونستناه بقى، بعد ما يبقى نص سوا كده هنفتح الغطا وهننزل عليه بحبه ميه صغيرين جدا، ميه زعفران. مع ميه الزعفران مش بتغير اي حاجه في الطعم، هي بس بتدي لون كده حلو للرز البسمتي، لكن هي مش بتعمل اي حاجه في الطعم. ويا جماعه بعد كده بقى احنا هننزل عليه بالزبيب، بس احنا حطينا في نص الحله بس لان احنا عندنا مش كل الناس بتحبه، بس لو انتوا بتحبوا الزبيب في العادي هيبقى مع الرز بجد طعمه تحفه، بس احنا عندنا مش بيحبوه. ويا جماعه ده كده شكل الاكل، وبجد يا جماعه الاكل دي اصلا تعتبر من الهيلثي فود، فاللي عاملين دايت برضو يقدروا ياكلوها. وبجد بصوا الحلاوه بقى شكلها عامل ازاي في الاخر. ويا جماعه ده كده شكل سلطه الدقوس، بجد كان طعمها تحفه مع الخضار المشوي برضو كان طعمه حلو. وبرضو هنغرف لكم الاكل بطريقه تانية عشان لو انتوا مش حابين الطريقه دي يغرفوه بالطريقه اللي تريحكم. ويا جماعه سلطه الدقوس بتتاكل كده مع الرز. بس يا جماعه وده كده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. واي اكل عايزيننا نعملها لكم اكتبوها في الكومنتس واحنا ان شاء الله هنعملها لكم. ويا جماعه يا ريت تجربوا كل الوصفات اللي احنا بنعملها لان بجد بتبقى طعمها حلو. ويا جماعه ده كده شكل الطبق التاني للناس للناس اللي طريقه غرفه مختلفه. وبس كده وده كان فيديو النهارده، ومع السلامه.